بصوا بقى، هي دي رنجة ابو السيد على حقيقتها، ترند وطالع وعامل ضجة وكده. تعالوا بقى احنا نشوفها سوا على الواقع. دول 2 كيلو من رنجة ابو السيد، اللي هو عامل بقى ضجة اليومين دولت في الرنجة والفسيخ، وقلب الدنيا، والناس محدش حد بيتكلم غير على رنجة ابو السيد. بصوا، خلينا نتكلم كده. هو مبدئيا بصراحة الرنجاية كبيرة من بره، من ناحية كبيرة فهي كبيرة ونضيفة وبتلمع ومشدودة كده. تمام. دي حاجة كده الصراحة في صالح الرنجة. تمام. تعالوا نشوفها بقى بعد ما نشويها ونفتحها تبقى شكلها ايه من جوه. مبدئيا الرنجة لازم تكون لونها فاتح من جوه. كل ما دخلت على لون الغمقان، كل ما ابتدينا نقل في جودة الرنجة، او درجات الرنجة ابتدت تقل. هي طبعا درجات وجودة وكده. تمام. زي ما اي حاجة فيها فرز اول فرز تاني ودرجات، هي برضو حتى الرنجة من ضمن الحاجات دي. تعالوا نشوف رنجة ابو السيد تعتبر درجة اولى ولا درجة 5. هنشوف. دي معانا الكمية بتاعتنا 2 كيلو هنشويهم. وتعالوا الاول بقى يكون هي شوت، نقول انا كنت هعمل بيها ايه. انا كنت عايزة اعمل بيها سلطة، ودي احلى سلطة ممكن تاكلوها، سلطة الرنجة. تحفة يا جماعة، على قد ما تقدروا من هنا لبكرة قولوها. تمام. طريقة السلطة دي تجنن تجنن. معانا طحينة، ومعانا بصلاية متقطعة شرايح، ومعانا ورق بصل اخضر زي ما انتم شايفين، وكمون وفلفل الوان وليمون وعصير ليمون يعني، ومعانا مايونيز. والطحينة بتاعتنا زي ما قلنا هنحط على الطحينة حوالي ربع كيلو، سوري، ربع كوباية مية دافية بقى، او سخنة، وتقلبيها كده جامد بسرعة عشان ما تخرصش معاكي. تحاولي تقلبيها جامد عشان تفك وما تخرصش معاكي. لو لقيتيها خفت منك بترجعي تحطي طحينه، لو خفت منك بترجعي تحطي ميه. انا لقيتها خفت مني شويه، حطيت ميه. ونراعي واحنا بنيجي نزود الطحينه، سواء بنعمل سلطه طحينه او حاجه زي كده، ان الطحينه لما بنيجي نحط عليها خل وليمون بتتقل تاني. يعني احنا نخفف سمكها عن السمك اللي احنا عايزينه، علشان لما نيجي نحط عليها الخل والليمون هي هتتقل. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى اللايك واشتراك. تمام. السلطه دي بجد حوار جدا جدا، يعني اللي ما بيحبش الرنجه هيحبها في السلطه دي. وحقيقي فعلا كان في ناس ما بتحبش الرنجه اكلوا منها في اليوم دوت، حبوها جدا جدا. المهم ان احنا بعد ما قلبنا الطحينه كده وفكيناها بالميه بتاعتنا، حاطين عليها ليمون، ونفضل نقلب برضو علشان ما تخرصش معانا. وبعد كده جبنا الخل اهو معانا، ورحنا حاطين حوالي معلقتين ليمون ومعلقتين خل كبار. تمام. معلقتين من الخل ومعلقتين من الليمون، ونقلب. عايزه تحطي ملح حطي، على حسب الرنجه بتاعتك. لو هي حادقه يبقى خلاص ما تحطيش، لو هي دلعه ممكن تحطي شويه صغيرين. يعني الملح على حسب الرغبه. انا مش هحط ملح خالص. تمام. رغم ان انا كنت لسه ما شفتش الرنجة حادقة ولا كده، بس انا قلت حتى لو دلعة انا برضو مش هحط ملح. وبعد كده حطينا حوالي كده ربع معلقة من الكمون، وبرضو نقلب جدا وندمج الحاجة مع بعضها. هي خلاص مجرد ما نقلب كده بقية الحاجة بتحط كله على بعضه عادي. احنا المفروض كنا حطينا المايونيز دلوقتي، بس انا نسيت وحطيت بقية الحاجة، مش هتفرق الخطوة ديت. تمام. بعد كده ننزل بقى ببقيه الكونات. ده بصل ابيض مقطعاه شرايح وعليها ورق بصل اخضر. اديني افتكرت المايونيز دلوقتي وحطيت كيسين من المايونيز. تمام. اي بقى نوع مايونيز عندك حطي، اللي هو بما يعادل معلقتين كبار. تمام. يعني كيسين او معلقتين كبار من المايونيز. ونقلب تاني المكونات مع بعض. بجد السلطه دي تحفه. واللي جرب السلطه دي قبل كده يكتب لي في الكومنتات ويقول لي بيحط عليها ايه، زي ما انا بحط بنفس المكونات ولا بيضيف حاجه او بيقلل حاجه. هو ممكن يتحط طبعا بقدونس، لو عايزه تحط بقدونس، او لو عندك بقدونس. انا لو كان عندي في الوقت ده كنت حطيت عليها بقدونس. تمام. كمان بيبقى شكلها حلو لما بيبقى فيها ميكس الوان كده. لو عندك فلفل احمر حطي، اخضر حطي. معانا هنا الرنجة خلاص بعد ما اتعملت شوحتها في الفرن. ممكن تشوحها في الفرن او على البوتاجاز. هي مشكلتها لو على البوتاجاز الدنيا بتبقى فايحة اكتر بالزيادة عن اللزوم يعني. انا بقى فيحتها انا شويتها في الفرن. وبصوا بقى ده شكلها من جوه، مش غامقة قوي ولكن مش فاتحة قوي. تمام. دي اول حاجة فيها، ان هي كده مش درجة اولى. لو درجة اولى ما كان يعني كانت هيبقى لونها بافتة بيضة عن كده.
بس الصراحة برضو بيبقى فيه رنجة غامقة عن كده. ودي كان البطروخ بتاعها ناعم مش خشن. تمام. انا صراحة ماليش في البطروخ، بس يعني اللي بياكلوا البطروخ بيحبوه، والافضل بيبقى البطروخ الخشن. وهي عامة اذواق، في ناس برضو بتحب البطروخ الناعم. المهم احنا بنسلخها من بره، بعد كده بنشيل السلسلة ونشيل الجناب اللي انتوا شايفينها ديت اللي ملهاش لازمة ونرميها. بعد كده نرجع بقى نجيب الطبق بتاعنا ونكسرها كده زي ما انتوا شايفين، ونحطها بقى على السلطة او الصوص اللي احنا عملناه، ونقلب كله ببعض وبس، ويبقى معانا احلى سلطة رنجة ممكن تاكلوها. واتحداكوا لو عملتوا اي طريقة للرنجة احلى ولا اطعم من دي، بجد حكاية. نزوقوها بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبس، شكلها يجنن جدا جدا. ودي كان شكل السفرة في الاخر. وبرده كنت منزله لكم فيديو عن الفسيخ. طبعا انا اللي ببقى عامله الفسيخ وببقى ببيع منه. وادي الفسيخ وشكل السفرة كلها. كنا جايبين سمك مشوي علشان قلنا للي مش هياكل سمك ورز بالبصل او رز صيادية، يعني كنا عاملين سلطة سفرة كده للي عايز ياكل كده واللي عايز ياكل كده. كانت بمعنى اصح تراضي جميع الاذواق. ده مش شايفين؟ متنسوش اللايك والاشتراك وباي.